في فيديو النهاردة هنتعرف على فوائد صادمة للكربوهيدرات. العنصر اللي ناس كتير ظلمته وخافته، مع إنه أهم مصدر طاقة في جسم الإنسان. الكربوهيدرات مش عدو. الكربوهيدرات هي الوقود اللي بيشغل مخك وعضلاتك وأدائك اليومي، ومن غيرها جسمك يدخل في حالة تعب وضعف تركيز ونقص في الأداء. وعلشان كده فهمك للكارب ممكن يغير جسمك وحياتك. شفائيات. أول فايدة، مصدر الطاقة الأساسي للجسم. الكربوهيدرات بتتحول لجلوكوز، والجلوكوز هو الوقود الأول للمخ والعضلات. من غير كارب كفاية بتحس بتعب وكسل، وأدائك في التمرين والشغل بيقع بسرعة. الكارب بيديك طاقة سريعة وثابتة، وبيخليك تقدر تكمل يومك من غير هبوط. تاني فايدة، تحسين الأداء الرياضي وبناء العضلات. أثناء التمرين العضلات بتستخدم الكارب كمصدر طاقة، ولو مخازن الجلايكوجين فاضية الأداء بيضعف. الكارب بيساعدك ترفع أوزان أكتر وتتمرن لفترة أطول من غير إرهاق. كمان وجود الكارب بيساعد الجسم يحافظ على العضلات وما يخليش البروتين يتحرق كمصدر طاقة. ثالث فايدة، دعم المخ والتركيز. المخ بيعتمد على الجلوكوز كمصدر طاقة أساسي، ونقص الكارب بيعمل دوخة وقلة تركيز. كربوهيدرات صحية بتحسن الانتباه والمزاج، وبيخلي التفكير أسرع وأوضح. علشان كده أي شغل ذهني محتاج كارب مش حرمان. رابع فايدة، تنظيم الهرمونات والمزاج. الكارب بيساعد على إفراز السيروتونين، وده هرمون مسؤول عن الراحة والمزاج الجيد. نقص الكارب لفترات طويلة يسبب توتر وعصبية، لكن التوازن فيه يخليك أهدى وأكثر استقرار. خامس فايدة، دعم الهضم وصحة الأمعاء. الكارب المعقد زي الشوفان والبطاطس فيه ألياف بتحسن حركة الأمعاء، وبيقلل الإمساك والانتفاخ، وكمان بيغذي البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. الخلاصة، الكربوهيدرات لها 5 فوائد أساسية. هي مصدر الطاقة الأول للجسم، بتحسن الأداء الرياضي وبناء العضلات، بتقوي المخ والتركيز، بتنظم الهرمونات والمزاج، وبتدعم الهضم وصحة الأمعاء. لو كنت فاكر الكارب عدو، الوقت جه تغير فكرتك. اعمل لايك لو استفدت، واشترك في القناة علشان يوصلك محتوى صحي مبني على علم مش ترندات، واكتب في الكومنت أنهي نوع كارب بتاكله كل يوم.